اهلا بكم. بلا شك حوار سيكون ممتع ومثير مع ضيف العزيز الاستاذ الدكتور شادي آل حسين. اهلا بك يا دكتور شادي. اهلا دكتور. وحشني والله. ربنا يخليك. عايز ابدا الاول بالحوار عن القشره التجميليه. القشره التجميليه دي ناس كتير قوي اتلخبطت فيها. اول ما ظهرت القشره التجميليه كل واحد سنانه بايظه تماما، واللي لعب الحكايه دي زملائنا في برنامج ذا دكتورز في امريكا متنافسين انت عارف. راحوا مطلعين كام حاله كده وراحوا عاملين لزقات قشره تجميليه قشره تجميليه قشره تجميليه. الولاد طلع بقهم كويس جدا. بقوا الناس اللي بيتفرجوا على ذا دكتورز يتهيأ لهم ان القشره التجميليه تصلح لكل حاجه. فسنانك بايظه تماما مدمره تماما قشره تجميليه، سنان واقعه مش موجوده قشره تجميليه. يعني الناس بتهيألها انك هتنزل القشره التجميليه على الهواء، مفيش سن هنا حط قشره تجميليه وراها هواء، يعني نظام البوستر اللي بيتحط على فتحه التكييف الواقعه. الحكايه ديت لخبطت ناس كتير. ايه القشره التجميليه؟ تاريخها بدات ازاي؟ حدودها، الاوبورتيونيتي بتاعتها، وايضا الادفانتج بتاعتها. الموضوع مهم قوي ان انا ابقى فاهمه، ان في حاجه مسليدنج او فهم خاطئ للموضوع بتاع القشره التجميليه ده، ان الناس متخيله ان القشره التجميليه دي هي حاجه بتتلزق على السنان من غير ما نلمس السن. ده في حد ذاته مفهوم خاطئ. ليه؟ حضرتك النهارده يعني الجسم البشري هو ادق آلة في الكون. يعني ربنا عامل لنا كل حاجه سبحانه وتعالى بالسنتي. كل ربع ملي له قيمه وليه وزن وليه وظيفه. فلما تيجي حضرتك النهارده تخيل في حاجه اقل دقه بكثير مصنعه بايد بشريين اللي هي العربيه. لو جيت جبت عربيه ليها جنط مثلا تخانه معينه، وجيت حضرتك حطيت جنطه اتخن، العربيه ببساطه هتبوظ، العفشه هتبوظ، هيبقى شكلها بالجنج او بامبس كده وكبير ومش هوموجينس. تمام؟ مش زي ما هي ديزاين. سيم سيناريو او نفس السيناريو او نفس اللي بيحصل مع موضوع القشره التجميليه. لو حضرتك النهارده في فيديوهات بتبقى مسليدنج كتير بتخدع الناس انها تقول له تعالى هنعمل من غير تحضير. يعمل ايه؟ يبتدي يجيب قشره رفيعه ويلزقها فوق السن. كان جات لي حالات كتيره قوي من بره مصر معموله في الخليج وفي حتت لبنان والكلام ده كله، معمول فيها قشره تجميليه اللي هي بيسميها اللومينيرز من غير تحضير سنان. الحقيقه ربنا خلق لنا السنه ليها تخانه معينه، التخانه دي عامله شكل معين للشفه، عامله شكل معين للريست بتاع اللسان، مكان السنه نفسه فيه هوموجينيتي. ولو انا هطلع السنه دي لبره هطلعها بناء على دراسه للفيس ماسكليتشر والفيشل بروفايل، يعني الوش من الجنب شكله عامل ازاي، واللب الشفه العلويه والسفليه مكانهم شكله عامل ازاي، والفرينم او الجزء اللي تحت الانف ده شكله عامل ازاي. فلو انا هو داخل انا هطلعه انتشنال، لما فرضا هو، وده السيناريو اللي بيحصل عند كل الناس، ان سنته ما فيهاش حاجه، اللي عايز يعمل تجميل سنته ما فيهاش حاجه او فيها لون مش عاجبه او صفرة، ولكن هو عايز يخليها بيضه وشكلها جميل على طول. فتخيلوا لا انا السنه اللي خلقها ربنا دي حلوه، انا مش هبردها ولكن هقوم عامل قشره عليها على طول. فاللي بيحصل ان الطبقه دي مهما كانت رفيعه بتبتدي ان هي تلاقيه ان هو عنده ضب، فتدي الاكسبيرينس ان اللي بيحط قشره بيبقى عنده ضب. طب ما هو ليه عنده ضب؟ علشان ما اوجدش المكان اللي يحط فيه القشره دي عشان حطها على طول على السنه. زي حاله زي دي السنان شكلها حلو مش وحش، ولكن لونها اصفر، في بعض الاختلافات شويه في الاتجاهات بتاعتها، ولكن يعني الاوفرول بتاعها كده تديها 85% كترتيب اسنان وشكل اسنان، ولكن مشكلتها في لونها. عملت تبييض قبل كده كذا مره ولكن بيرجع تاني عشان الشيشه والسجاير والقهوه والشاي، الحاجات الطبيعيه اللي 80% من الشعب المصري بيعملها. للاسف. فلما بتيجي تطلب من حد حاجه ما تقولوش لا وقف تدخين مثلا عشان تجمل، لا ما هو انت اعتني باسنانك واحنا هنجملها لك بس بنفس طريقتك. فبنبتدي نعمل ايه؟ نبتدي نشيل لاير. طب انا مش عايز ابرد السنه، مش هبرد السنه، ولكن هشيل لاير رفيعه جدا 1 ملم
علشان خاطر اوجد مكان للقشره الرفيعه جدا اللي بتتعمل بتاعه. وده منظر السنان يمكن بعد ما اتحضرت. انا يعتبر ما بردتش السنان، احنا بس مجرد شلنا اللاير الهايجينيك او اللي تخلي ان ما فيش تراكم. لان انت خد بالك السنه لما بتبقى بامبس قوي كده وبتبقى ليها بومبي كبير قوي كده تبتدي تراكم بلاك على الاسنان من فوق، تبتدي تعمل التهابات في اللثه. فده مش حاجه حلوه، وفي نفس الوقت غير الضب، فانت بتسوق مش بتجمل لو انت عملتها من غير تحضير، ودي خدعه كبيره يعني. فابتدي نحضر التحضير المينيمال القليل جدا، نبتدي نعمل الشكل اللي احنا عايزينه. طبعا اللي بيخدم الكمبيوتر يعني اللي بيشتغل ده طبعا ده بيتعمل زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا كل حاجه في القسم بتاعها. فالجزء الاولاني بتاع التحضير اللي احنا شفناه دلوقتي ده كان معمول في قسم التركيبات بالميكروسكوب، ثم بعد كده بتروح لقسم التصوير، تطلع تصور بالكمبيوتر المقاس الضوئي، تطلع على السبيشالايزد لاب او على المعمل المتخصص تعمل الديزاين وتبص على الديزاين بتاع القشره التجميليه بتاعتها. تدي المعمل يطلع لي المنظر اللي انت حضرتك شايفه ده بتاع القشره التجميليه دي. طبعا تخانتها رفيعه جدا زي ورقه السيجاره، على قد البريبريشن اللي احنا عملناه، على قد ما شلنا على قد ما حطينا بالظبط نفس الماتيريال 95% زي المينا بتاعت الاسنان باللون الجميل اللي احنا عايزينه، ونبتدي ان احنا نلزق القشره دي زي ما انت شايف كده. انا قصدت ان ما تبقاش فاتحه للاخر وما نبقاش حاطين الريتراكتورز دي ليه؟ عشان ابين ان ما فيش بروز، مفيش ضب. البنت عادي جدا اسنانها طبيعيه جدا اكن هي لسه باسنانها اللي فاتت، ولكن بلون ابيض وجميل يستمر طول العمر بالاتجاهات بنفس الشكل اللي كانت عاملاه قبل كده. ده بقى لما رفعنا عشان برضو نبين نفس شكل الاسنان اللي كان قبل الكمبيوتر بيقول له انت اعملي نفس الشكل. هي البنت مبسوطه بشكل اسنانها بس عايزاها بيضه، فاكنها عملت تبييض بس تبييض دائم يدوم طول العمر. فدي حاجه اللثه زي ما انت شايف هيلثي جدا، اللثه حالتها رائعه ما فيهاش مشاكل خالص. ليه؟ لان ما فيش بروز للاسنان يضرها. فاذا عملنا تبييض للاسنان بدون ما نكون عامله ما نضرها، لان بالعكس انت التحضير ده نفع السنان ان هو حافظ على الكونتورز بتاع، في نفس الوقت هو ما شلناش كتير من ماده السنه الطبيعيه بحيث ان المريض يرجع تاني بتاعه. طبعا عشان توصل للفينشنج ده من غير الميكروسكوب صعب قوي قوي، لان يعني اساسا القشره انت بتتكلم في مليمتر قليله جدا بالظبط. وفي نفس الوقت مستحيل، عشان كده التقسيم والاقسام والتيم ورك مستحيل انك هتحط ميكروسكوب وجهاز تصوير كمبيوتر ومكان خرط، يعني كل ده هتحطه في اوضه واحده مستحيل طبعا. وهتشغل ماشينز كتيره قوي في حاجه ممكن ما بتستخدمش فيها في نفس الوقت. فعشان كده التقسيم والورك فلو برضو لما بيبقى معمول، احنا يمكن استغلينا الورك فلو الحقيقه بتاع لوماليندا، جامعه لوماليندا في امريكا، علشان ده الجايد لاينز بتاعت لوماليندا ان احنا نحط التركيبات بالتحضير بالميكروسكوب لوحدها في قسم، والديزاين والتصوير في قسم، اللاب لوحده، ترجع تاني. يعني هي سايكل العيان بيخش في 4 حتت علشان يعمل بس مجرد تركيبه بس في وقت قياسي عشان ياخد احسن خدمه. طيب عايز اذهب الى منطقه ثانيه في السؤال، من الذي لا يصلح له قشره تجميليه عشان ما يفكرش فيها؟ كويس. انا دايما برد على المريض بتاعي رد، بقول له حضرتك انا ليا الطريقه وحضرتك ليك النتيجه. يعني اللي ما بينفعلوش قشره تجميليه انا بطلع له نفس نتيجه القشره التجميليه بالظبط عن طريق تركيبات. هي نفس الماتيريال ونفس التكنيك ونفس الدكتور ونفس الادوات، ولكن اللي بيختلف ان انا مثلا بدل ما بحتاج ان انا اشيل ملي من اتجاه واحد من بره بس، ممكن اشيل ملي من بره ومن اليمين او من الشمال او من جوه، بحيث ان انا اوصل او الف حوالين السنه واغير اتجاهها واوصل بنفس الشكل اللي حضرتك شايفه ده. يمكن الحاله اللي احنا كنا شايفينها دي عملنا لها اللي فوق قشره تجميليه واللي تحت تركيبات، لان ما كانش ينفع لها تحت قشره تجميليه، كان ينفع لها تحت تركيبات. النتيجه واحده، النتيجه ان الاثنين شبه بعض بالظبط ونفس المريض عملنا له فوق حاجه وتحت حاجه ووصل لنفس النتيجه اللي ترضيه ويبقى مبسوط بيها وما يبقاش عنده مشاكل. فهو ليه النتيجه ان احنا نوصله اللي هو عايزه. ده تعقيب قبل الكونترا انديكيشن، يعني الكلام ده عشان تطمن المريض انه هيوصل للنتيجه كويس. لكن علميا ايه الكونترا انديكيشن؟ بس هقول لحضرتك حاجه، علميا الفكره ان المريض لما بيجي يعمل بتاع، هو انا هقولها لحضرتك طبعا، بس اقصد اقول هو مش هيبقى مستوعبها قوي. يعني مثلا مشاكل اتجاه سنه طالعه لبره عايز ادخلها لجوه، ما ينفعش ادخلها بقشره. انت فاهمني؟ قشره هحضرها من بره بس انا هدخلها له بالكفر بنفس الاتجاه. مثلا سنه فيها مشكله تسوس
من الجنب وداخل على ورا او من الجنب ثرو اند ثرو، فبالتالي القشره مش هينفع، القشره من بره بس، فلازم الف حوالين السنه عشان احميها. مثلا واحد العضه بتاعته بدل ما هي كده العضه بتاعته كده، فبالتالي بيعض على الادج بتاع السنه فهيطرقع القشره. ناس من اللي هي عندهم بروكسيزم اللي هم بيجزوا على اسنانهم كويس وهم نايمين، برضه هيقوم مطرقع القشر. ففيها بس المريض يعني مش بتاعته قوي، او هو مش هيقدر يشخص نفسه ان هو يقدر يعرف اذا كان ينفع له قشره ولا لا، بس في النهايه هو سواء بالقشره او الطربوش هيوصل نتيجه واحده. برضه الناس اللي عندهم امراض في المينا، بالتالي امراض المينا تمتنع او يمتنع معها ان احنا نعمل قشره؟ لا في ناس مثلا كتير اللي هو اللي في السعوديه مثلا واخواتنا في الامارات والكلام ده كله، او الناس حتى اللي في الواحات بيبقى بيشرب ميه ابار كتير، فميه الابار بتعمل ما فيها فلورايد كتير، فبتعمل تلوين خطوط لونها ابيض بالعرض كده وبني في الاسنان، فدي لا بنعملها قشره بتبقى زي الفل، ما فيهاش اي مشكله. لكن هو في مرض نادر في المينا بيبقى المينا مش موجوده اساسا، اميلوجينيسيس امبرفكتا، ده هو ده. الاميلوجينيسيس امبرفكتا ده بيبقى نوع حاجه وراثيه، ان الاميلوجينيسيس ده اللي هو تصنيع المينا، حاجه اسمها اميلوبلاست او الخليه اللي بتصنع المينا دي بتبقى موجوده بس في اثناء النمو، وبعد كده اول ما السنه بتطلع هي بتموت. دي بتبقى نتيجه مثلا مضادات حيويه او نتيجه مرض وراثي بتبقى فيها مشكله، فالمينا نفسها بتبقى فيها مشكله، بس دي بنغطيها برضو. بتبقى يعني جات لنا حالات كتير قوي كانت متخيلين جايه مع اهاليهم ولاد صغيره ال 18 سنه و19 سنه، ومتخيلين ان هم ملهاش حل، والولد ما بيروحش الكليه، والولد مش عايز، مهمل في دراسته، مش بنت مش هتتجوز، بنت مش هتتخطب، بنت عايزه تشتغل في اعلام، في مش عارف ايه، تقول لك لا بس ده مستقبلها ضاع. عايز اقول لك في جلستين الحالات دي على قد ما هي دراماتيك قوي، على قد ما حلها بالنسبه لنا سهل قوي. في حل في جلستين، مره اقوم محضر الفك العلوي ل 14 سنه واعملهم وتمشي بيهم بورسلين زجاجي، لان بورسلين زجاجي ليه في الحالات دي؟ علشان الشفافيه بتبقى عاليه جدا وهم سنهم صغير، فلازم بصر على البورسلين الزجاجي. والفك السفلي برضه 14 سنه في مره واحده، وكان عندي يمكن عرضنا حالات كتير قوي، عملنا 28 سنه في جلستين، وبتبقى حاجه جميله الدنيا. مين هل التنافس موجود ولا في تسابق بين التركيبات والقشره التجميليه في التكنولوجيا والتقنيات الحديثه، ولا التقنيات الحديثه بتخدم الاثنين؟ لا هي سيم سيناريو. هي وبرضه يعني حته احنا اتكلمنا عليها كذا مره، حدوته النوع التركيبات، هل هي بورسلان زجاجي ولا زركونيا شفافه؟ في ناس خلطت حاجتين ببعض، في 2 بوينتس لازم اشرحهم او اوضحهم في النقطه دي. احنا اتفقنا ان البورسلين الزجاجي ده حاجه بتخلص في نفس المره، درجه عاليه جدا من الجلاس سيراميكس او البورسلين الزجاجي، وبيبقى درجه شفافيته عاليه، بيبقى سعره اعلى شويه. بعد كده الزركونيا الشفافه سعرها اقل شويه، بس بتقعد 16 ساعه في الفرن، 16 ساعه في الفرن، فبتتسلم بعديها بيومين او 3 ايام على بال ما السكيدي بتاع اللاب بيكون. بتبقى سعرها اقل شويه ودرجه الشفافيه بتاعتها اقل شويه. هم مش متنافسين، يعني اول نقطه هم مش متنافسين، لا دي ليها حاجات ودي ليها حاجات. في حالات بينفع فيها ان احنا نحط الاثنين وساعتها بنعرض على العيان، وفي حالات ما ينفعش غير دي او ما ينفعش غير دي، فما بعرضش. يعني مريض مثلا عنده اسنان خلفيه او عنده عضه الجز ده الزركونيا، ده الزركونيا شفاف، لو عملت له بورسلين زجاجي هيتكسر، فما ينفعش اصلا اعرضه عليه. ده مش معناه انه ضعيف، بس ما ينفعش في الانديكيشن دي، يعني ما ينفعش نقارنهم. واحد تاني عنده قشره تجميليه ما ينفعش اعملها زركوني، لازم اعملها بورسلين زجاجي. بينما مثلا في حالات مثلا اسنان هعمل 10 اسنان اماميه وهعمل فوق وتحت، 10 فوق 10 تحت، فبعرض عليه اقول له والله ده هيخلص في جلستين وده هيخلص في 4 جلسات، ده هيخلص في يومين، ده هيخلص مثلا في قول مثلا 6-7 ايام. فعاده الناس بتبقى جايه من بره مصر بتقول لي لا اعمل بورسلين زجاجي علشان خاطر انا مستعجل وعندي طياره وقاعد في فندق، فخلصني يا دكتور. في حد تاني عنده شويه وقت وفي نفس الوقت عايز مش فارق معاه درجه الشفافيه قوي، فبيختار الزركون. النوع الثالث اللي هو المعدن اللي متغطي ببورسلان، ده ما ينفعش تقول عليه بورسلان اصلا، يعني في دكاتره كتير بتطلق عليه اسم البورسلان العادي، فالناس بتفتكر ان البورسلان العادي هو البورسلان الزجاجي. This is not true. ده اول زي اول المحطه، وده في السبنسه، دي حاجه اصلا we don't use it. البورسلان المعدن متغطي ببورسلان، فهو اساسا ده نوع ثالث، ولكن انا ما بعرضوش لان انا ما بستخدموش. ده علم الماتيريال. عايزين برضو نتكلم كتير قوي في الماتيريال، ونتكلم في الماتيريال دي اصعب ماده عندكم تاني.
اجمل ماده. اجمل ماده. انا بحبها شخصيا. انت عايزين ندخل شايني وايت ونتفسح. طيب نتفسح فسحه لطيفه، فسحه تكنولوجيا، فسحه اجهزه. طيب. وفسحه برضو مع حاله، يعني واحنا بنشوف الحاله انا بستمتع برؤيه الحاله، بس بستمتع اكتر برؤيه التكنولوجيا. لان الحاله انا بستمتع بالنتيجه، لان انا بستمتع باخر 5 دقائق، لكن التكنولوجيا هي متعتي الاصليه. انا عايز الجمهور يشوفها بهذه الرؤيه، رؤيه التكنولوجيا ورؤيه المجهود اللي مع التكنولوجيا. وهي يعني في مقوله كده انا افتكرتها حديثا، اللي هي هعمل علاج حلو بس لازم يبقى العلاج برفاهيه، فدي بنسميها رفاهيه العلاج، رفاهيه التكنولوجيا والتكنولوجيا. It is not the machine, it is the man behind the machine. بالظبط. صباح الخير. تعال نروح شايني وايت. انت نورتنا يا دكتور شريف. ربنا يخليك. نورتنا كالعاده وسعدت بهذا اللقاء. ربنا يخليك. بعد ما نروح لشايني وايت دايما خليكم مع الناس الحلوه.